السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنحضر معكم هاد الطورطه المنعشه اللي كتجي رائعه. كتوجد في 10 ديال الدقائق وكتجي كتحمق لذيذه بزاف. هذه من احسن الطورطات عندي. حضروها للضيوف ديالكم الكوتي، حطوها كديسير مورا الماكله. حضروها لوليداتي تبردوا بها اللي بغيتو. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليو لي لايك ديالكم وندوزو لطريقه التحضير. عندي هنايا البسكوي ديال الكوك، عندي 6 ديال الحبات اللي هي 6 دراهم. البسكوي اللي كيدير درهم بالنكهه ديال الكوك. كندير عليه واحد الساشيه ديال الكاكاو وكنطحنو مزيان في هاشوار. اللي ما عندوش هاشوار طحنوه في اي طحانه عندكم، راه كيخرج لينا مرمل. كنطحنوه مزيان حتى كيطحن. الا ما بغيتوش ديروا هذا النوع ديال البسكوي، ديروا اي نوع بغيتو نتوما، ولا بسكوي يكون اصلا منكه بالكاكاو وطحنوه. وكندوب الزبده واحد 3 المعالق حتى ل 4 المعالق ديال الزبده مذوبه، تكون الزبده اللي خاصه ديال الاكل، يعني ديال العبار. ندوبوها ونعاود نخويها على البسكوي ونطحن مزيان. كنوجد هنايا السيركل اولا المول اللي كيتحل ديال الجناب اولا المول ديال الزاج اللي بغيتو. كنخوي هذاك البسكوي ديالي اللي بسبستو بالزبده وكنبدا نسرحو بالمعلقه اولا بكاس اللي بغيتو. المهم في الاول كتسرحوه غير عادي حتى كيتقاد لكم، من بعد راه كتحاولوا تضغطوا مزيان بالمعلقه باش هكا الطبقه ديالنا فاش نبغيو نقطعوها ما تفرتش لينا هذاك البسكوي. ندخلوها للثلاجه ومن بعد ناخذ كاسرول نديرو فيها نص لتر د الحليب، فلون ديال البنان، وكنديرو بالنسبه للكريم باتيسيري كنديروا واحد معلقه ونص ديال كريم باتيسيري. درت هنايا 2 معالق ديال السكر وواحد ساشي د الفاني. درت فقط 2 معالق ديال السكر لانني الفلون عندي بالسكر. الا عندكم الفلون غير داك الصغير العادي بدون سكر، ديروا 4 ديال المعالق ديال السكر. المهم كنأكد يكون الفلون ديال البنان هو باش كتصدق هذه الطورطه. كنديروا فوق النار عافيه مهيله مع التحريك المستمر حتى كيعقد لينا الخليط. اهم حاجه في هذه الوصفه هي الفلون ديال البنان اللي كيعطي واحد المذاق مع الكريم باتيسي اللي كتاكلوا في هذيك لا كريم اولا ديك الطورطه كتقولوا شي حاجه اللي غاليه وشي حاجه اللي واو. هي راه غير هكا فلون ديال البنان مع هاد الكريمه بالضبط كتجي كتحمق. صافي كنحركو مزيان حتى كتعقد وكنخليوها تبقبق شويه على عافيه مهيله باش ما تحرق لكم من الجناب. راه الا جدتوا العافيه غيتحرقوا لكم بالجناب وغيطلقوا لكم الكحوليه مع التحرك بلفوي. عافيه مهيله مع التحريك ونخليوها نيت تبقبق حيت فيها الكريم باتيسي ضروري خاصها طيب. كما تشوفوا راه صورت معكم هكا اللقطات ما زربتش الفيديو. صافي هنايا واجده. كنخرج السيركل من الثلاجه اللي فيه البسكوي ديالي الطبقه الاولى، وكناخذ واحد المعلقه وكنديرها في التحت هكا باش ما تحفرش ليا البسكوي يبقى ليا طبقه. فهمتوني؟ صافي كنخوي الطبقه الثانيه اللي هي ديال الفلون ديال البنان اولا هاد الكريمه. صافي كنخليها على سطح العمل، ما كندخلهاش للثلاجه دابا، كنخليها حتى كتبرد تماما ما كيبقاش فيها داك البخار. الا دخلتوها للثلاجه دابا اولا عطيتوها غادي تطلق لكم داك الندى ديالها وغتجيكم الكريمه فيها الماء. فهمتوا؟ يعني كنخليوها ها هي هنايا بردات على سطح العمل واحد تقريبا واحد ساعه. عاد دخلتها الا كنتو مزروبين ماشي مشكل، انا ما زرباناش بها داكشي علاش دخلتها الثلاجه حتى بردات. وجيت باش نوجد اخر طبقه اللي فيها كاس ديال عصير ديال الليمون، نص ديال الفلون اولا الفلون ديال درهم اللي بغيتو، معلقه ديال السكر ومعلقه صغيره ديال كريم باتيسير. كنحركو مزيان على البارد حتى كيذوب لينا ديك كريم باتيسي ونديرو فوق البوطه حتى هو حتى كيغلي لينا مزيان مزيان بهذا الشكل كما كتشوفوا. ديما عافيه مهيله والتحريك المستمر من الجناب للوسط من الجناب للوسط حتى كتوجد. من بعد ما كتوجد صافي كنخرجوا الطورطه ديالنا من الثلاجه وكنعاودوا ناخذوا واحد المعلقه وكنخويو عليها الطبقه الاخيره بهذا الشكل. عرفتوا هذا الميلونج ديال الليمون مع البنان مع كريم باتيسي مع داك البسكوي راه كتعطي واحد المذاق راه ما يمكنش. كتجي لذيذه حتى تجربوها وغتعرفوا علاش كنهضر. وراه غادي نخلي لكم المقادير مكتوبين بالتفاصيل في صندوق الوصف هكا باش اللي بغى ياخذ المقادير مضبوطين راه غادي نخليهم لكم في التحت. هنايا من بعد خليتها حتى بردات وجيت باش نحولها لطبق التقديم.
تقريبا خليتها راه الطبقه الاخرى فاش كتكون الطبقه هذيك الاولى بارده دغيا ديك الطبقه الاخرى غير كنخويو عليها كديروها واحد 10 دقائق في الثلاجه كتبرد. كندوزو واحد السكين اللي كيكون رقيق من الجنب، كنحاولوا ندوزو في نفس الاتجاه هكا باش ما يفرتتش لينا داك البسكويت يطلعوا لينا الفوق وصافي. وكنهزو السيركل ديالنا. ها هي الطورطه ديالنا واجده. بالنسبه للتزيين كنقترح عليكم هذا الاقتراح الا بغيتو تقدموها للضيوف ديالكم هكا. كنقطعوها هكا، كنقطعو في الاول ومن بعد كندور كنقطعها على النص دابا، وكل جوج مرصويات كنعاود نقطعهم على النص باش هكا كتعطيني القياس. المثلثات كيجيو مقادين، يعني ما نقطعوش داكشي عشوائي، فهمتوني؟ صافي كل نص كنعاود نقطعو حتى كنكمل. ها هي. وما كنهزش الموس الفوق، كنخرجو من الجنب هكا باش داك البسكوي ديال التحت ما يخرجوش، ما يطلعوش ليا الفوق لا كريمه اللي كتكون بيضه. هنايا خديت الفخومبواز اللي كيكون هكا عندي مجمد اولا خضر اللي بغيتو، صافي كتزوقوا به. ممكن تزوقوا باللي بغيتو ولا تخليوها غير هكاك. ها هي كيفاش كتجي، عرفتوا؟ هادي جربوها وعلى حسابي وخليو لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم. ها نتوما. وكتجي شاده فراسها، ماشي كيجي داك الفلون كيتحرك، لا كتجي شاده فراسها. طورطه كتقدم، وحتى الوليدات اللي ما تعجبهمش الفلون غادي يولي يعجبكم. وبالصحه والراحه. وما تنساوش تصيفطوا لي التطبيقات ديالكم على الحساب ديالي على الانستغرام هكا باش نبارطاجيوهم مع البنات. وبسلامه عليكم.